السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهاردة نعمل شوية عيش باللحمة أو الحواوشي الاسكندراني، حاجة كده عظمة بكل سهولة، ونعملها في الطاسة من غير فرن، وحاجة جميلة جدا سهلة وتعتبر سريعة، وحاجة أنا من عشاق العيش باللحمة جدا يا جماعة. ما شاء الله اللحمة مستوية جدا وكل حاجة فيه زي الفل. عملناه على الطاسة بسرعة من غير وقت ولا مجهود، وفرنا الغاز، وان شاء الله الطعم ولا اروع من كده. عملنا منه شويه وش بيتزا، وعملنا منه العادي اللي هو الطبيعي يعني. ان شاء الله تعجبكم الوصفه يا رب ان شاء الله. يلا نشوف بسم الله. عندي هنا 3 كيلو دقيق، معلقتين سكر، معلقه خميره كبيره، ومعلقه بيكنج باودر، وهعجن بميه. هحط بس شويه زيت كده الم بيهم العجينه، بالظبط ما كملش حتى ربع كوبايه، هلم بس بيهم العجينه مش اكتر من كده. وهخدم العجينه كويس جدا، يعني العجينه نعجنها كويس جدا حلوه معانا، ملمسها حلو. وهسيبها تخمر، اغطيها واسيبها تخمر. وعندي هنا الخلطه نعملها. عندي كيلو لحم مفرومه، عندي 600 جرام بصل، عندي حبايتين فلفل، حبايه طماطم، وعندي 200 جرام دوش اللي هو الدهن اللي بيكون ناشف ده، مش اللين اللي احنا بنستعمله في الخضار. عندي ملح وفلفل وجوز الطيب، وعندي بهارات لحمه وكعبين مرق وحبه شطه. دي كل المكونات. عندي شويه كزبره خضراء وشويه بقدونس، يعني دوبك نص حزمه ونص حزمه. هفرمهم كلهم مع بعض واعجن الخلطه كويس جدا بايديا لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها كويس جدا. ولو عندي حته بصله ما اتفرمتش كويس هشيلها، يعني ما نعمتش، لازم يبقى البصله ناعمه حلوه مثلا زي كده. جهزنا الخلطه والعجين كان خمر، على طول هنكوره. وبما اني ما شاء الله عامله كميه، فاول حاجه انا هكورها او هعملها يعني هتكون هي بدات ترتاح على ما اخلص، فهنشتغل على طول، مش هنقعد يعني، مش هسيبه يرتاح. هو الكميه اللي عملتها في الاول ارتاحت خلاص. اكله ظريفه وتحفه قوي قوي قوي. طبعا الناس اللي بيحبوا الحواوشي او العيش باللحمه الاسكندراني هيحبوه جدا. طعمه جميل جدا جدا، وعاملينه صح زي ما الكتاب بيقول، ولا كأن قاعدين في اسكندريه. محدش يقول لي ولا كلمه. هفرد العجينه كده نص فرده، مش هفردها اكتر من كده يعني، بالنشابه بس هوسعها. انها بس ايه يعني، تاخد معايا الخلطه اللي هحطها الحشوه. مش هفرد فرد كامل يعني. الفرده دي كده هتسهل عليكي، مش محتاجه انك تفردي رغيف كبير. هجهز كده كل رغيفين برغيفين، انا هشغل طاستين على البوتاجاز، فهجهز وعلى ما هما يخلصوا يستووا يعني انا بشتغل جنبها، بفرد جنبها. هحط الحشوه اللي انا عايزاها، الكميه اللي انا عايزاها في الرغيف. وانا هعمل هنا ده بالجبن، وهعمله ده وش بيتزا، فانا هحط من جواه جبن كمان. هقفل بالطريقه دي، هحط الرغيفين على بعض، واعمل كده حته خلف خلاف زي ما انا بعمل كانها فيونكه كده يعني من الجوانب، عشان ايه؟ يتمسك ويتقفل كويس. وبعد كده عشان يكون كبير معايا هفرده بالنشابه او بايديا، بيتفرد بسهوله جدا بايديا. هفرد كده بالنشابه، وانا حاطه الطاسات يا جماعه تسخن على البوتاجاز. وده هعمله من غير جبن، اللي هو الطبيعي يعني العيش باللحمه الطبيعي، مفيهوش اي حشوات تانية. الافضل برضو ان انت تعملي اللي هيتحط على طول على البوتاجاز، يعني ما تعمليش وتركني افضل. يعني تجهزي كده اتنين باتنين على قد عدد الطاسات اللي انت حطاها على البوتاجاز. عندي هنا معلقه سمنه بلدي، فبدهن بيها الطاسات بتاعتي، او لو حابه تحطي زيت متاح عندك.
وهوطي عليها وهغطيها كمان. مهم جدا ان اوطي النار واغطيها عشان اتاكد ان اللحمه استوت كويس والحاجات اللي معاها والخضار اللي معاها. وهنا ده اللي هعمله وش بيتزا. فما اقلبه وهبدا بقى ان انا احط الصلصه واحط المكونات البيتزا اللي على الوش. احط بقى الجبن، فلفل وطماطم، عندي زيتون، اللي عندك حطيه. كل حاجه عندك متاحه اشتغلي بيها، ما توقفيش نفسك عشان حاجه ابدا. كله بيمشي وكله شغال وبيكون طعمه زي الفل. اهو ما شاء الله قالت كأنه هو يعني ايه فطير يعني. خلصنا. بناكله بقى جنب مخلل، جنب شوية سلطة، جنب أي حاجة عندك حابة تاكليها جنبه. هو يتاكل لوحده أصلا. طعم روعة جدا. حاجة يعني في غاية في الجمال والله يا جماعة. طعم ولا كلمة. لحمة جميلة جدا، مستوية 100%، كل الخضار مستوي جدا. طعمه تحفة. وما خدناش وقت، ووفرنا غاز، ما عملناش في الفرن ولا حاجة. إن شاء الله يعجبكم يا رب الوصفة. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير للفيديو. إن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة.